بين شوية تعب وشوية ترتيب هيك كان يومي. يمكن يوم عادي بس في تفاصيل صغيرة بتفرق. عم حاول على مهلي خلي يومي ارتب شوي بعجقة هالفوضى وبعجقة رمضان. يمكن يكون يوم بسيط بس صدقا خلاني أحس بشي حلو لما حسيت بالإنجاز بنهاية اليوم. وهيك اليوم كان سحوري، صح انه هو كتير بسيط وكتير خفيف وكتير نظيف بس ما بتصدقوا انه ما في اطيب منه. سندويشة زعتر مع شوية خضار غير شكل. وهيك بلش نهاري اليوم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. شغلت سورة البقرة بالبيت وفتحت شوية شبابيك هيك كرمال يتهوى البيت ويمتلأ بالطاقة الإيجابية، وشوية ترتيبات وشوية تعطيرات قبل ما بلش يومي بالمطبخ. شوفوا كيف الجو عنا. قلتلكن غسلت 15 وجبة بالفيديو الماضي ما صدقتوني ليش؟ لأنه هلأ الجو سحب له شغلة أسبوع بهذا المنظر. المهم عملت شوية ترتيبات بالبيت ومسحت الغبرة، وحبيت اني اسمع شوية اناشيد بتعبر عن نهاية رمضان. ما بتصدقوا قديش هالانشودة بتوجعلي قلبي لما اسمعها. الله يتقبل منا ومنكم صيامكم وقيامكم ويجعل يا رب هالشهر الفضيل ما يخلص الا وانتم محققين كل امانيكم يا رب. وهلا صار وقت نفوت على المطبخ لانه اليوم طبختي بدها يوم كامل بالمطبخ، حرفيا يوم كامل. يعني على قد ما أنا طيبة على قد ما بدها شغل. جبت هيك كم قطعة كوسة وجزر ميني يكونوا، إذا مو ميني عادي يعني فيكن تقطعون صغار يعني، بس أنا كتير بحب شكلهم هيك بحسهم يعني كيف تقيلكن يعني والله العين بتاكل قبل الدم. وجبت فطر كمان هيك مسحته بقطعة قماش رطبة شوي، وقطعته هيك شرائح لأنه بدي أقليه بالزبدة. وهدنك الكوسة والجزر حطيتهم على النار هيك مع شوية مي مشان يستووا هيك يعني 3/4 الاستواء. بدي اياهم يعني ما يفرطوا فرط بالمرة بتروح ماويتهم بعدين. وهيك والله بمقلاية على جنب حط فيها مكعب زبدة محترم، وبنزل عليهم الفطرات بخليهم هيك على نار حامية كتير، لأنه إذا كانت مو حامية وكانت مايسة بتروح هيك قرشتهم وبيدبلوا بيسودوا بتنزل ميتهم بيطلع شكلهم أبدا مو ظريف. هيك والله بضل بقلب فيهم هيك لحتى ياخدوا هذا اللون الذهبي يلي بياخد العقل. وهلأ بعد ما قمتن على جنب بنفس المقلاية بنزل مكعب زبدة محترم، وبنزل عليه الكوسة والجزر. يعني فينا نستغني عنها لهي الخطوة بس صدقا بتفرق كتير بالطعم. تقلاية الخضار بالزبدة مع رشة ملح ورشة فلفل يا ويلي بياخدوا العقل. والله والله العظيم ريحتهم بتغوي بالقلب، والله طعمتهم يا ويلي لو جربوها صدقا صدقا لا عاد تاكلوها من برا، ولا عاد يعجبكم اصلا انكم توصوا عليها من برا او تشتهوها من برا. من بعد ما صرت اعمل هدول الاكلات بالبيت يعني حتى لما صرت اكلهم من برا بتحسون انك مو طيبين، والله العظيم بيشبلوا شبل من برا. افخم في مطعم فيكي يا سوريا والله انه ما بيجيبها لهي الطعمة ولا بهالنظافة طبعا. هيك والله جبت صدر دجاج وقمت منه كل هاي الزوايد اللي صرت صارعتكم فيها انه هي عن جد مو طيبة، واذا طلعت لي بالاكل بتكرهني حياتي. واذا في شوية هيك عروق ناعمة من الدم كمان بنضفها كتير منيح، لانه اطيب شي بالدجاج هو نظافته. اذا كان منظيف تكرهوا حياتكم. وهيك والله بعد ما قطعت كم شرحة هيك مرتبين على كيفكم. هدول الزوايد اللي زادوا معي يعني ما بيعملوا اكلات هيك يعني بدها تقطيع كبير يعني مثل كريسبي او شرحات مثلا بالفرن او كذا، عرفتوا؟ فانا حطيتهم بهي الطريقة، لفيتهم هيك كارول وعملت لهم مثل حبة السكر وحطيتهم بالفريزر مشان اتذكر انه هدول وشو هنن وشو لازم اعمل فيهم. صراحة ما خطر على بالي غير اكلة كبة بالصينية. طبعا الكبة بالصينية مثل ما شفتوا بعجينة الكبة انا بالفيديو عاملتها سابق اني انا بعملها بشرحات الدجاج، فهدول فورا فورا راحت لبالي عجينة الكبة. خلاص بدي ساويها ان شاء الله قريبا ونزلكم اياها. وهيك والله بعد الشرحات الدجاج او بعد هدول الاكلات لازم نعملها للمجلى تلييفها بالكلورينا. وهيك بعد ما نقعت الدجاج بشوية خل أبيض صار لازم نعمل التتبيلة. تتبيلة على كيفكن. ما بتصدقوا قديش هي التتبيلة بتاخد العقل طعمتها وبتعطيها طعم للدجاج رهيبة. لا زنخة ولا هيك طعمة سلق، يعني صدقا بهارات مزبوطة على الليبرة وبنفس الوقت بضل لونها للدجاج فاتح ما بتغمق.
كالعادة الوقت طار مني طيران، كيف نهاري بيخلص والله ما بعرف. المهم بعد ما تركتهم منقوعين شوي لحتى اخلص كل هالشغل يلي علي انا، حطيت لهم طحين وصحن تاني بالهذا الكعك الناعم، للاثنيناتهم يعني للصحنين حطيت لهم ملح وكاري. تمام، هدول الملح والكاري هيك مشان يعززوا النكهة على كيف كيفكم. طبعا تتبيلة البهارات اذا كنتوا طبعا مهتمين او حابين تعرفوا شو هن البهارات اكيد رح اترك لكم اياهم بصندوق الوصف. هيك والله كمان خطوة كتير أساسية إنه ننشف الدجاج بعد ما نقيمه من هي المرقة التتبيلة بقماشة، لأنه بتفصل الطبقة وبتصير يعني بتفصل يعني على القلي. طبقة الكعك بتفصل عن طبقة الدجاج إذا ما كانت منشفة كتير منيح قبل ما نلكها بالطحين. هيك والله بنزلهم على زيت حامي. وهلا بدي أعمل صوص البشاميل. أطيب شي بالعالم يا جماعة هو صوص البشاميل، مكعب زبدة كمان محترم. صرت حاطة قالب زبدة بهي الأكلة، بس إنه عادي يعني الشي اللي بده ينعمل على أصوله وبده هيك دوزان على مخكن. مكعب زبدة مع معلقتين سمنة، وضفت لها هيك شوية زيت نباتي لساعدها لأنه حسيتها نشفت الطحين. وضف له مي. طبعا اذا عندكم حليب عادي فورا ضيفوا حليب، بس انا ما عندي حليب بودرة، ما عندي حليب عادي، فهيك ضفت مي اول شي، بعدين هيك 3/4 معالق حليب ومكعب ماجي، وبتركها لحتى هيك تتعقد وتغلي، بعدين تضيف كريمة الطبخ. يا ويلي لو فيكن تذوقوا الطعمة، خيالية طعمتها. هيك والله بعد ما قلبتها على الوشين شغلت 7 دقايق ل8 دقايق مو اكتر من هيك، تحمرت وتأمرت وخلص قلبها استوى، لانه انا اصلا قطعتها شرائح ناعمة رقيقة يعني عفوا. وهيك والله خلاص نزلت كل الوجبات، بس بالمقابل انا عم اشتغل مثل الاخطبوط، حرفيا مثل الاخطبوط. ايد بالبشاميل وايد بالبطاطا، وعملت معكرونة وايد بالدجاج صدقا يعني لا تعملوها، لا تجربوها ابدا، مو نصيحة والله العظيم، يعني مشان ما تدعوا علي. حتى لو اشتهيتوها لا تجربوها، لانه صح هي كتير طيبة بس بتنعف المطبخ نعف، ومتعبة كتير، وبده يكون عندكم 5 ايدين مو ايدتين بالمطبخ لحتى تلحقوا عليها كلياتها. هي اجواء قبل الافطار. شوفوا الاجواء الروحانية عنا بالشام بالجوامع شلون شكلها، وكيف بتاخد العقل. ما بتصدقوا قديش عم يعطونا شعور كتير حلو بهي الاجواء اللي عم يشغلوها قبل الفجر وقبل المغرب. وهلأ صار وقت رتب الصحون، بما انه مو باقي غير 10 دقايق بالكتير ربع ساعة على الأذان، فلازم رتب الصحون هيك ترتيبة المطاعم اللي على كيف كيفكم. شوية معكرونة مع شوية خضار وشوية فطر وشوية بطاطا وتعتين 3 دجاج بكل صحن مرتبين على كيفكم. هيك بنزينهم تزيينة بسيطة، وصار عندكم أطيب سكالوب بالبشاميل وجنبه خضار سوتيه بياخدوا العقل. يا ريت فيني دوقكم ياها قديشها طيبة. صح متعبة كتير، بس صدقا بنهاية النهار بتحسوا انكم انجزتوا شي طيب ولذيذ هيك. كيف بدي لكم يعني طعمتوا عيلتكم شغلة نظيفة ومرتبة، وهن اصلا جاي على بالهم اياها. الله يديمها نعمة ويديم هالأيام علينا يا رب العالمين، وهيك يا رب الله يكرمكم بهالشهر الفضيل كل شي بتتمنوا، ويحقق لكم أمانيكم، وما يخلص هالرمضان إلا والله جابر بخاطركم ورازقكم من واسع فضله. وبنهاية هذا اليوم وبعد ما المطبخ مشي طبعا عملنا له هيك تعزيرة سريعة خلال ساعة زمان، لهيك قلت لكم لا تجربوها. طبعا هذا المنظر بعد، اما قبل يعني والله خجلت ورجيكم اياه. خلص المرة الجاية بتصير بتشجع اني ورجيكم قبل وبعد، لانه كان المنظر مريع. ومع فنجان قهوة باخر الفيديو بدي منكم تكتبوا لي دعوة حلوة من قلبكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم مني كل يوم فيديو جديد. سلام.